وبالشكل دوت هتقدر ان انت تنشئ محفظه التليجرام الخاصه بيك، وتبتدي كمان ان انت تستقبل عليها العملات الرقميه الخاصه بيك على حسب الدوله الخاصه بيك. يعني حاليا وليكن معايا دلوقتي المفروض $7. طيب تعال نغير العمله بتاعتنا كده للجنيه المصري ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما حضرتك شايف رصيد حسابي اصبح 379 جنيه مصري. يا اهلا بيكم، انا محمد ودي قناتكم مدرسه اشباح النت. قبل ما نبدا كالعاده ما تنساش تحط لايك للفيديو دوت، ولو انت جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس كمان بقول كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. شرح النهارده بمنتهى البساطه هيكون ازاي بننشئ محفظه تليجرام خاصه بينا، وازاي بنفعل المحفظه دي، وازاي بناكد الهويه الخاصه بينا عشان نبتدي ان احنا نستقبل عليها فلوس، والاهم من كده بقى ازاي نبتدي ان احنا نشتري عملات او ندخل عملات رقميه للمحفظه الخاصه بينا، وازاي نخرجها بره محفظه تليجرام ونمسكها فلوس كمان في ايدينا. فعشان ما نطولش وعشان اكشف لك كل التفاصيل لازم ندخل في تفاصيل الجزء العملي، فيلا بينا. اهلا بيكم في الجزء العملي. هعرفك دلوقتي بالتفاصيل ازاي بتنشئ محفظه على التليجرام عشان بتستخدمها بعد كده ان انت تستقبل عليها فلوس خاصه بيك. خليني اوريك المحفظه الاساسيه الخاصه بيا. زي ما حضرتك شايف دي محفظتي الاساسيه على حساب الاساسي. خلينا نعمل ريلود كمان او اعاده تحميل عشان يبان قدامك كل حاجه. خليني اقول لك بقى ان انا ساحب اصلا من المحفظه دي حوالي $80. زي ما حضرتك شايف ساحب منها فلوس كتيره جدا. اللي فاضل معايا حاليا حوالي $7.92 قول $8 على عمله الطن. جميل جدا. فانت بقى عشان تستقبل العملات اللي انت هتبتدي تكسبها معايا من خلال البوتات اللي انا بنزلها على التليجرام، وحرفيا يا جماعه الحاجات اللي بكسبها من التليجرام دي بتكون من التليجرام فعلا، وبستلم الفلوس على التليجرام. يعني ركز معايا لان الحاجات اللي اقولها دي مهمه جدا. خلينا نرجع لمرجوعنا او الموضوع الخاص بينا. بعد كده هنروح على علامه السيرش دي. بعد كده كل اللي عليك ان انت بتعمل علامه الاد، بعد كده بتقول له هنا كلمه والت او محفظه. دايركت كده يبتدي يظهر لك المحفظه الخاصه بالتليجرام اللي هي موثقه بالعلامه الزرقاء. بندوس عليها. اول ما بتدوس عليها هنا بقول لك ماذا يمكن لهذا البوت فعله. بقول لك with at wallet you can buy sell and transfer cryptocurrencies. المفروض بقول لك دلوقتي ان انت من خلال المحفظه دي بتقدر تبيع وتشتري عملات رقميه زي باينانس وزي تراست وولت وغيرها. فكل ان احنا نقول له بدء من المكان دوت، فهو هنا هيقول لنا ستارت. بعد كده كل علينا ان احنا نقول له اوبن وولت. طبعا هيبتدي هنا يقول لك شروط الاستخدام. انت على وشك استخدام تطبيق مصغر يدير طرف مستقل لا ينتمي للتليجرام. ركز، للمتابعه يجب عليك الموافقه على شروط الاستخدام الخاصه بالتطبيقات المصغره. هتقول له هنا وافق على الشروط، بعد كده اقول له استمرار. خلاص على كده هتلاقي دايركت تمت اضافه اختصار وولت في قائمه الموافقات والقائمه الجانبيه. بعد كده كل علينا هنا بقول لك ايزي تو باي سند ا فريند، وفي الاخر هنا بقول لك الطريقه اللي هتشتغل بيها دايركتلي على المحفظه. بعد كده كل علينا ان احنا بنقول له من هنا ليتس جو. خلاص على كده انت انشأت المحفظه الخاصه بيك يا عزيزي، ما عندكش اي مشكله. هنا عندك حاجه اسمها المحفظه تحت، خلاص انضافت عندك في القائمه اللي تحت عندك، وفي القائمه الجانبيه برضو لو سحبت الثلاث شرط اللي عندك الخاصين بالملف الشخصي بتاعك. خلينا اشرح لك المحفظه كده على السريع. اولا هنا فوق عندك علامه الترس دي بتاعت الاعدادات. ممكن تحط من هنا بقول لك شو تايم سبيس بيتا. ممكن تضغط على الكلام دوت بس ملوش لازمه بالنسبه لك. هنا ممكن تحط كود، ما حدش يقدر يدخل على المحفظه الخاصه بيه غير ما يكتب الكود دوت. بيكون مكون من 4 ارقام حتى لو انت جيت تدخل على المحفظه بتاعتك، وده امان جدا للمحفظه الخاصه بيك، فلازم تعمل الكلام ده. بعد كده عندك هنا المفروض ان انت بتاكد الهويه الخاصه بيك. بتقول له جيت ذيس ليفل. هنا بقول لك فيريفاي يور اكونت. فالمفروض حاليا بقى ان انت لازم تاكد البطاقه وجواز السفر الخاصين بيك. بعد كده بتقول له كونتينيو. طبعا عشان تبتدي تشتغل على المحفظه دي امان زي باينانس كده لازم تاكد الهويه الخاصه بيك. هنا بقول له ليتس جو. بعد كده هنا نقول له كونتينيو. بعد كده اقول لك واتس يور فون نمبر. تبتدي تقول له كونتينيو وتكتب رقم الموبايل الخاص بيك، وتبتدي تبعت لهم بعد كده البطاقه او جواز السفر الخاص بيك وش وظهر. جميل جدا. والاهم من كده ان هو بيخليك تتصور انت كشخص كمان وانت ماسك الحاجه الخاصه بيك او جواز السفر بتاعك. ده بالنسبه لتاكيد الهويه. عندك هنا الوالت لانجويج اللي هي اعدادات اللغه الخاصه بالمحفظه. طبعا هنا لا يدعم اللغه العربيه حاليا. محفظه تليجرام بتدعم انجلش وروسي واندونيسي واسباني، وعندك كوريا وايطاليا والصين، وعندك الفارسي، وعندك تركي، وفي عندك كمان لغه البرازيل. جميل جدا. دي بالنسبه للغات. وما بيدعمش حاليا العربيه. عندك الديفايلوت هنا المفروض حاليا ان فيها زي ما حضرتك شايف العمله الخاصه ببلدك. ممكن نخليها ايجيبشن باوند اللي هو الجنيه المصري، ممكن نخليها يونايتد عربي اللي هو الدرهم الخاص بيونايتد عرب اماراتس اللي هي الخاصه بالامارات المتحده. فانت على حسب دولتك بتبتدي تحدد العمله، بس انا دايما بفضل ان انا اسيبها عمله الدولار الخاصه بالولايات المتحده الامريكيه اللي هي عمله اليو اس دي تي. فجميل جدا. خلينا نعدلها تاني، وبالشكل دوت المفروض ان احنا عدلناها لعمله الدولار مره تانيه. بعد كده الحاجات اللي موجوده تحت دي مالهاش اي 30 لازمه، زي ممكن تكلم الدعم من خلال كونتاكت سبورت، او من هنا شويه تعليمات، وهنا الوالت نيوز اللي هي قناه تليجرام الخاصه بيهم. دي بالنسبه للمحفظه الخاصه بيك. طيب هنا عندك علامه اللي هي في الجنب فوق دي اللي قصاد الترس بالظبط. المفروض ان العلامه دي خاصه بتصوير QR كود الخاص بيك.
عندك هنا سند يعني ارسال ايه، ممكن طبعا انا بقول ان المحفظه بتاعتي فاضيه يعني توجه لمحفظه الثانيه دلوقتي. عندك هنا اد كريبتو ممكن تشتري عملات رقميه. عندك اكستشينج ان التبديل بين عمله وعمله ثانيه. عندك هنا البي تو بي ماركت اللي هو الخاص بالشراء والبيع ما بين اشخاص واشخاص ثانيه. جميل جدا. هنا المفروض الترانزكشن ستوري، اي عمليه بتحصل على الاكونت الخاص بيك تبتدي ان هي تسيف هنا زي باينانس كده بالظبط. هنا المفروض ان العملات الرقميه الخاصه بيك، عندك هنا الدولار، عندك الطن، عندك البيتكوين، عندك النوت كوين. خليني اقول لك ان عمله الطن وعمله النوت كوين خاصين بالتليجرام، فلازم دايما تلاقيهم موجودين في المحفظه الخاصه بيهم. بعد كده عندك الوالت ايرن، هنا لو ضغطنا عليها يقول لك اوبن، بيقول لك هنا ممكن ان انت تربح ب 50% من خلال عمله اليو اس دي تي. يعني ممكن تحط مثلا $10 وتبتدي تدخل على اول واحده دي، بعد كده بتبتدي ان هو يديك 50% مكسب على المبلغ اللي انت عملت له ايداع فين في الوالت ايرن. هنا عندك ايرن نوت كوين اون طن، بيقول لك هنا ممكن تكسب النوت كوين من خلال الطن. وطبعا العرض ده كان ساري وابتدى ان هو يتوقف، يعني العرض ده حاليا واقف مش شغال. ده بالنسبه للمحفظه الخاصه بينا. خلينا بقى نتوجه على الحساب بتاعي الاساسي عشان ابتدي ابين لك كل حاجه. عندنا هنا كلمه سند اللي هو الارسال زي ما اتكلمنا. هنا ممكن يعني تبعت للاصدقاء الخاصين بيك من غير اي رسوم، يور تليجرام كونتاكت اللي هو اي صديق عندك على التليجرام او ان انت بينك وبينه محادثه بتقدر ان انت تبعت له اي عملات رقميه بدون اي رسوم بتنخصم منك. بعدين عندك الاكسترنال وولت، المفروض ان دي اللي انت بتبعت بقى للفلوس اللي موجوده على المحفظه الخاصه بيك، وليكن مثلا عمله الدولار من المكان دوت ممكن تبعتها بقى لاي محفظه خارجيه. ولاحظ ان رسوم الشبكه هنا في التليجرام بتكون $2 مش $1 لانك بتستخدم محفظه TRC 20. انما لو هتبعت على شبكه الطن نفسها ودي مش مدعومه من باينانس عشان لو حابب ان انت تحول فلوس من التليجرام لباينانس فمش هتقدر تعمل الكلام دوت. ليه؟ لان عمله الطن لسه ما نزلتش كشبكه اساسيه فين على باينانس. فانت كل حاليا هتجيب رابط محفظتك اللي هو الخاص بشبكه TRC 20 بعد اللي هو خاص بترون عموما، بعد كده بتبتدي تكتبه في المكان دوت، بعد كده بتبتدي تبعت الطلب الخاص بيك. خلاص على كده بتخصم منك $2 رسوم مش $1. جميل جدا. هنا بقول لك يور طن سبيس، ممكن تضغط عليها من هنا وبتلاقي جميع العملات الخاصه بيك زي ما حضرتك شايف ان انت بتقدر تحول من حاجه لحاجه ثانيه، بس دي هنتعرف عليها دلوقتي. خلينا ندخل على المحفظه مره ثانيه بالشكل دوت. عندك هنا اللي بعدها اد كريبتو، زي ما حضرتك شايف ممكن تشتري الكريبتو من خلال التليجرام نفسه وممكن من خلال اشخاص، وممكن كمان ان انت تستقبله في الاكسترنال وولت الخاصه بيك. جميل. بعد كده عندنا هنا الاكستشينج، ممكن تبدل بين عمله وعمله، وليكن هنا انا معايا 1 طن مثلا عامل قد ايه؟ عامل $7.70 او 80 سنت عموما. تقدر ان انت من هنا تقول له ريفيو ديتيلز، هيبتدي مباشره العمله تتحول معاك للحاجه اللي انت عايزها. فده يكون كل حاجه. عندنا هنا البي تو بي ماركت بالشكل دوت ممكن ندوس عليها. لو حابب ان انت تشتري عملات رقميه ممكن تضغط على كلمه باي، وعندك سيل اللي هو البيع، ممكن تبيع العملات الرقميه الخاصه بيك ما بين شخص والتاني. هنا الميثود الخاص بيك، بتبتدي تحدد طريقه الدفع اللي انت حابب تستلم عليها الفلوس الخاصه بيك. ممكن نعمل لها شرح مفصل اكتر الطريقه بالكامل. لو حضرتك حابب الكلام ده اكتب لي في كومنت تحت الفيديو دوت. هنا طبعا فيريفيكيشن الاي دي بتاعنا طبعا موثق الاي دي، وممكن ان انت لازم تختار الناس اللي بتكون موثقه البطاقه الخاصه بيها او الهويه بتاعتها. عندك هنا بتختار العمله اللي انت بتتعامل بيها، مثلا ممكن تختار عمله اليو اس دي تي اللي هي عمله الدولار عموما يو اس دي، او تختار الجنيه المصري، او تختار العمله اللي انت حابب تستلم بيها الفلوس الخاصه بيك. الكريبتو اللي هيتباع هنا هيكون يو اس دي تي، او اللي انت هتشتريها يكون يو اس دي تي او طن او بيتكوين او نوت كوين. جميل جدا جميل جدا. عندك هنا ممكن تعمل اعلان بالشكل دوت من خلال انت بتضغط على كرييت اد، وبعد كده بتبتدي تحط ثمن الاعلان بتاعك وعايزه يظهر في اهني قناه بالظبط، مش اكتر من كده ولا اقل من كده. المفروض ان انا ما عنديش حاليا اي اوردرات او اوردرز متاكتيفه عندي، ما فيش اي اوردرز اصلا عملته على الاكونت دوت. لحد هنا عزيزي المفروض ان انا شرحت لك ازاي بتنشئ محفظه تليجرام الخاصه بيك، وكل حاجه موجوده في محفظه تليجرام الخاصه بيك. انتظر الشرح الجاي على خير ان شاء الله، وازاي تكسب وازاي تحول عملاتك هنا بالشكل دوت عشان تبتدي تظهر في المحفظه الخاصه بيك. على حد هنا بكون انتهيت، اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. سلام يا قمر.